رادست Türkiye kir hem planmanın siyasi evilleri şarkıda serida Vezir-i Kayder ve Amerika'yı jive demi aşkara kırbuku serida dokastı kur harcamaya kurt ve jikole razı elimde o tamamen jikole razı bu yapaşı bu transfazı yapaşı ilaki davul temper kurt دوباره شش میلیارد مدرکت از بهش خودراه یه دوباره بلیز جان ولی که فش انگلیست که تبلیغ کرد سال بیستان جداتر جارا یکم تاکتیک و استراتژیک واسه تبلیغ و نهیل هزین نامنتوی وتجهيز سيدار دولة تركيا تربية أكرز دولة راكد وكل شيء تحقق استراتيجية تربية حمد فلسطين حمد تركيا في سياسي عجلة استراتيجي في سياسي لشكري وكل الرياض بيروشي سفرات كر ونها بيستكهز النامنتوي وتربية أكرز جه tolerantına hezin ekonomik ve devlet past. Devlet Amerikalı o haberi rezultan bese neganda bir işmeciye bir Palestina terbiye yapıp Kur'an'ı yekemi fasko vakit kazançlı o terbiye yapıp bir seç diye faydalar ilgili bu ne isteyen devlet Türk ve hezin Türk şirketleri. Bu ya Ali politik ulaşmaları da bu sayede yani demek harekete kurt ve realite cahil tabi dahil kırıklı Türkiye'nin uğraşlar kanalında hem şey hezin devletleri dahil bitirin Zucalan dest fikir وك alternatifeki وك model alternatif la fikri avadır. Yani hamu tecrübeyi pratik, serokati o şartnamın mesulluğunu nehanda İsal 24 sal vekera kompleya namneçeya hükümler Zucalan fikatiye Rezulcan fazla esvatı hazır mesulluğunu nehanda Bekeşediği Amerika'yı Europa'yı hegemonik evidemi radesi Türkiye'yi kirim. Evidemi Europa'yı kırık Rezulcan'ın radesi Türkiye'yi kir. Ben planının siyasi evideminde hareket akut. Serida Vezir-i Kayder ve Amerika'yı jive demi aşkara kırık. وتيارات ومنظمات وأحزاب وشخصيات قد شاركت وكان الهدف من ذلك خلق صراع كردي تركي يستمر أطول فترة تشبه حالة المسألة الفلسطينية الإسرائيلية. لقد كانت العملية التي أدت لاعتقال السيد عبد الله أوجلان جزءا من مخطط كبير ينشد الهيمنة على منطقة جاهزة لمزيد من الصراعات والانقسامات، لكنها أيضا كانت مستعدة عبر حركات ثورية من أجل تغيير عالمي ضد هيمنة الدول القوموية والسلطوية والهيمنة الخارجية والرأسمالية المتوحشة، ومن أجل حلول مجتمعية ديمقراطية للقضايا الوطنية أيضا. لقد كانت شخصية السيد عبد الله أوجلان لا تناسب مشاريع قوى الهيمنة تلك، لذلك تآمرت عليه ووصمت حركته بالإرهاب زورا، فقد كانت كل حركة ثورية وطنية تنشد التحرر من قوى الهيمنة توصم بالإرهاب، مع استغلال وضع الحرب الباردة التي كانت مرحلة تحول عالمي واستخفاض بين قوى التحرر ومشاريع الاستعمار والهيمنة. وقد كان من بين المتآمرين كثير من الأتراك
ومن الكرد واليساريين والقوميين كانوا مرتبطين جراء استهداف قائد وطني بدأ يسحب البساطة من تحت نفوذهم وإيديولوجياتهم، فقد كان عبد الله أوجلان يشكل خطراً على مصالح هؤلاء ويفضح لهاتهم وراء المنافع الليبرالية للحداثة الرأسمالية وللعقلية الفاشية، ويفضح فلسفة المصالح والمنفعة والأنانية التي يرتهنونها. إنها نفس الحالة التي تعاني منها ثورة الشعب في شمال شرق سوريا وما تلاقيه من مدعي المعارضة الذين رضوا بالمهانة والتبعية لقوى الفاشية والعدوان. بجذور المؤامرة الواقعة بحق القائد أوجلان لا بد من العودة إلى بديهية منطقية تقول: قل لي من أنت، ما هي أهدافك، وما هي ماهية مشروعك، حتى أحدد لك من هم أصدقائك المحتملين، وما هي قائمة أعدائك والمتضررين الذين يناصرون فكرك ونهجك العداء. وعلى ضوء ذلك يصبح من المسلم به ونظرا لأن الأوجلانية منظومة قيمية ومعرفية فكرية وسياسية جديدة، وبينما هي تتقدم لتأخذ موقعها في ترتيب صياغة تاريخ جديد للبشرية، لا بد أن يكون لها بعداً نضالياً عميقاً، وسيرتب لها ديالكتيك الحياة قوى تخشى من منافستها لها، وستتناحر معها. وبموجب هذه التوطئة يصبح من الأهمية بمكان، وقبل الولوج في دائرة التحديات والخصوم ومواجهة استحقاقات التآمر والمتآمرين، لا بد من الاتفاق على حقيقة مفادها أن الأوجلانية ليست نزعة سياسية محلية تتعلق بحركة نضالية لشعب يتوق إلى تحقيق حريته ونيل حقوقه الوطنية المشروعة وإقامة دولته أسوة بباقي شعوب الأرض كما يظن الكثيرون، بل هي فلسفة سياسية وفكرية جديدة تتناول الواقع والتاريخ ومن جوانب عديدة بروح النقد والتحليل، ثم تقدم الحلول والبدائل. فأوجلان مثلا في رصده لمأساة العصرانية الرأسمالية التي عتلتها الرئيسية في الحركة الاقتصادية المتقدمة هي الربح والربح فقط، ولا يهمها في ذلك أن تعير أي درجة من درجات الاهتمام للبيئة، فهي لن تنجح بتحقيق العدالة الاجتماعية، ولكنها قد تكون متفوقة على صيغة الاقتصاد الاشتراكي الذي خرب مزايا السوق وحطم الفرص التي كان قد وفرها الاقتصاد الرأسمالي، وتحول إلى نوع من رأسمالية دولة احتكارية. الخلاصة الأول، الخلاصة آخر. أستأذن الحضور إني آخذ مساحة وليتقدم نموذج الاقتصاد الاجتماعي التشاركي وفي الخصائص الإيكولوجية كبديل عن كليهما. فما هو الاقتصاد المجتمعي التشاركي؟ تجربة فرن عفرين وما شابه تشرح ذلك. والانتقال إلى مفهوم الدولة والمجتمع وإلى سمة الدولة القائمة في مناخ الإقليم والمنطقة، فالأوجلانية تطرح تشخيص المجتمع الأخلاقي السياسي، حيث يقول إن المجتمع ولمجرد أن يتشكل لابد أن يأخذ شكلا أخلاقيا وسياسيا، والجميع
والمجتمع الغير أخلاقي والسياسي هو مجتمع لن يتشكل بعد أو ناقص الأركان. أما من يحدد مستوى أو درجة الأخلاق السياسية للمجتمع فهي القيم الديمقراطية، أي أن عمق أو مستوى تجذر القيم الديمقراطية في أي مجتمع هو الذي يحدد مستوى. شكرا على هالإضافة الجميلة. شكرا. الوصول إلى المستقبل الإنساني الحضاري الذي تستحقه وهي أول له. نعم، إن قضية حرية المرأة وتحريرها هي القضية الأساسية لنقل كافة شعوب المنطقة إلى الحالة الحضارية التي تؤهلها لعملية التنمية المستدامة وإنتاج العلم والمعرفة، وبالتالي التخلص من أوراق من أدران التأخر التاريخي التي تعمل البنى الفكرية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية المتخلفة والاستبدادية والمفوتة السائدة على تعميقها بدلا من التخلص منها. نعم، إن قضية المرأة هي المدخل اللازم والإجباري للولوج إلى العصر الحديث ولبناء نظم سياسية يتمتع فيها الإنسان السوري في الإنتاج بكل أشكاله المعرفي والفكري العلمي الاقتصادي. وبالتالي فإن اعتقال السيد أوجلان هو محاولة من النظم المتضررة من أفكاره التحررية لعزله ومنع وصول تأثيره لجماهير المنطقة، ولكن الذي حصل هو عكس النتيجة التي تبتغيها أنظمة الاحتلال والاستغلال. فقد حضرت قضية السيد أوجلان أكثر من ذي قبل، كما أن أفكاره وجدت طريقها إلى عقول وقلوب الكثيرين من أبناء المنطقة بكل تلاوينها القومية والدينية والفكرية والاجتماعية والسياسية. إذا النظام التركي البشع يسعى لإبقاء شعوب هذه المنطقة بحال من الجهل والتخلف والضعف لسهولة السيطرة على المزيد من أراضيهم المجاورة لهم من أجل استمرار احتلال ونهب ثرواتهم الطبيعية. وعندما يجد هذا النظام القمعي نظام العصابة الخارج عن مبادئ القانون الدولي والشرع الدولية لحقوق الإنسان أي عقبة قد تعيق وصوله لما يمكنه لغاياته الدنيئة فإنه يبادر بإزالتها بكل الطرق الممكنة. وقد جاء اعتقال السيد أوجلان في هذا السياق فقط. أيها السيدات والسادة، لا نرى في طرح قضية الأمة الديمقراطية على أساس وحدة شعوب المنطقة بالإطار العام وتعاونها لتحسين حياتها ومستقبلها مع احترام خصوصية كل مكون ضمن السياق الوطني العام، لا نرى فيه إلا وسيلة مشروعة وصحيحة للانتقال إلى نظم أكثر فاعلية في كافة المجالات والتخلص من قوقعة الطروحات القومية المغلقة والنافية للآخر المختلف. لقد كانت مشكلة المنطقة تاريخيا هي إقصاء الآخر المختلف ومعاداته ورفضه ورفض التعاون معه أو الاعتراف به. والحقيقة أن هذه النزعات الفكرية كانت قوات الاحتلال العثماني سابقا تؤججها وتسعى لزرعها وتعميقها في ثقافة مجتمعات المنطقة بكافة تلاوينها لتتمكن من السيطرة الطويلة الأمد على شعوب متقاتلة متنازعة أو على الأقل غير متعاونة فيما بينها. شكرا.